السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر توجي مبادر. النهاردة الموضوع مهم جدا بصراحة، كان مطروح الفترة اللي فاتت دي على السوشيال ميديا وعلى القنوات، وخصوصا قناة من القنوات وهي اسمها القاهرة والناس. أبو حمالات طالع عمال يهاجم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها في ناس كتير جدا ردت، كتير جدا، لا عدد ولا يعني ما تقدروش تعدوا. لكن العجيب والغريب ان الفترة دي بالذات ان الهجوم على الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه تيجي من عدة الاشخاص دي، اللي هي النائبة فريدة الشرباجي الشباشي. المهم انا مش عايزة اقول اسمها ومش عايزة اعرفها. المفروض الست النايبة دي بتتكلم على صوت الشعب. طب وانا مش شايفة منها حاجة، انا واحدة من الشعب معرفش اصلا مين هي فريدة دي، وهي اصلا بتعمل ايه للشعب، معرفش عنها اي حاجة. المفروض انها بتتكلم بصوت الشعب ان الشيخ الشعراوي افكاره متطرفة، وبما انها شافت فيديو حتة كده عاملة زي ما يكون ايه، شافت حتة جزء وحطت عليه كل أفكارها إن الراجل ده تفكير الله يرحمه، إنه تفكيره رجعي. عارفين الآية الكريمة اللي بتقول لا تقربوا الصلاة؟ فقالت بس يبقى مش هنصلي، لكن ما كملتش الآية وقالت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هي لما شافت جزء من حلقة للشيخ الشعراوي كان بيصلي ركعتين شكر لله ساعة النكسة اللي هي نكسة 67، قالت بس هو في واحد يصلي ركعتين شكر يبقى الراجل ده فرحان في مصر؟ طب انتي تعرفي ايه عن الشيخ الشعراوي علشان تطلعي تعملي الضجة الإعلامية دي كلها وتقولي في الآخر ان ده رأيك الشخصي وبتطبقيه للناس كلها، لدرجة ان المسرح القومي عاملين او هيعملوا، مش هتابع اصلا، مسرحية عن الشيخ الشعراوي في شهر رمضان. لما يعملوا طبعا مسرحية يبقى مسرحية ساخرة، طبعا مش هيعملوا الدعوات الدينية اللي كان بيعملها، مش هيقلدوها. هما طالعين يسخروا من الشيخ الشعراوي، يسخروا من كلام الشيخ الشعراوي، من حركات الشيخ الشعراوي. وطبعا دي حاجة غير مقبولة، لأن الشيخ الشعراوي من غير ما أنا أتكلم، أنا حاجة كده صفر على الشمال. الشيخ الشعراوي هو قمة، حاجة محدش يقدر يتكلم عنها. وفي ناس كتير جدا، واحد اسمه كمال برضو، كمال الشناوي، كمال الششتاء، معرفش انتوا هتشوفوه اصلا ولا انتوا عارفينه، اللي راح نصر منى زكي وقال ان ايه يعني لما تطلع بمشهد تقلع الاندر. يعني الراجل ده واقف مع منى زكي اللي بتقلع الاندر وراح بيهاجم الشيخ الشعراوي ويقول ان افكاره متطرفة؟ يعني اللي بيقلعوا هم الكويسين والراجل اللي لف الدنيا بعلمه هو اللي ما بقاش كويس؟ طبعا السنة اللي فاتت تقريبا، يعني في وقت مش بعيد، يعني مش بعيد قوي، في وقت حصل حريقة في الجامع اللي جنب بيت الشيخ الشعراوي. الجامع اتحرق، والجامع فيه جنبه مضيفة، فسبحان الله ان المضيفة ما اتحرقتش، النار ما طالتهاش، اعذروني في الألفاظ، وحتى بيته ما طالوش النار. طب ليه السنة اللي فاتت حصل الموقف ده والسنة دي الهجوم بقى أكتر وأكتر على رمز من رموز الدين وهو الشيخ الشعراوي؟ طبعا أنا لما شفت فيديوهات كتير جدا حسيت إن في ترابط بين الواقع اللي حصلت السنة اللي فاتت وبين اللي بيحصل دلوقتي. طبعا انا مش جايه بكرر كلام ناس كتير، وجايه اقول لكم الشيخ الشعراوي عمل ايه. بس للناس اللي ما تعرفش الشيخ الشعراوي اللي هي مواليد ال2000، الشيخ الشعراوي كان مفيش يوم جمعه
يجي إلا لما يكون تسمعي كده أذان الجمعة، خطبة الجمعة في التلفزيون، ووراه اللقاء الشيخ الشعراوي. عايزة أقول لكم يا بنات ويا شباب، يوم الجمعة والخطبة ما بتكملش غير بخطبة ولقاء الشيخ الشعراوي وهو بيفسر آيات القرآن الكريم، وقد إيه ناس تابت على إيده، قد إيه ناس أسلمت على إيده، ومنهم عمر الشريف. في لقاء مع عمر الشريف كان طالع بيتكلم قد إيه عرف القرآن الكريم وتفسيره البسيط من الشيخ الشعراوي. الراجل ده بيتحدث عن نفسه، وكل حاجة بتحصل دلوقتي في الوقت ده والناس اللي بيستهزئوا بيه وبيتكلموا عليه، في أحاديث ليه ولقاءات ليه كان بيتكلم وبيشرح اللي بيحصل دلوقتي حتى في وقت الغلاء اللي احنا فيه. في لقاء من اللقاءات والخطبة من اللي هو بيقولها كان بيقول للناس حتى في الغلاء اللي انتوا مش قادرين تشتروه ما تشتروهوش، وحاولوا تعملوا بديل ليه، واذا مش هتحتاجوا حاجة انتوا مش قادرين تشتروها، فهتحسوا ان انتوا مبسوطين وراضيين لحد ما تبقى الحاجة اللي الغالية عليكم ترخص ويبقوا اشتروها. كان بيرد علينا، كان بيرد على كل أزمة بتحصل لنا. الراجل ده لما صلى على نكسة 69 ولا 67 الراجل ده علمنا ساعة الحزن بنصلي، ساعة الحزن بنصلي. يعني ايه؟ بدليل ان اي حد بيحصل له عزا بيروحوا يصلوا على الميت، بيروحوا يصلوا في المعزة. وساعة الفرح بنصلي. حد ينكر الموضوع ده؟ لما يكون في عريس وعروسة رايحين داخلين بيتهم مش بيدخلوا يتوضوا ويصلوا؟ يبقى ساعة الحزن بنصلي، وساعة الفرح بنصلي، وساعة الهم بنصلي، ولما بنيجي ندعي ربنا، وساعة الخوف بنصلي. في موقف لسيدنا عمر بن الخطاب، كان يقود أحد الجيوش الإسلامية وجاله الرسول وقال له إن ابنك مات في أحد الغزوات. نزل من فرسه ونزل صلى ركعتين شكر لربنا. الصلاة في الوقت ده هل هو فرحان عشان ابنه مات؟ احنا بنصلي في الحزن وفي الشدة وفي الفرح. طبعا ده مثال وكل الناس المفروض بتمشي عليه دلوقتي. عايزة احكي لكم كمان موقف للشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي كان في وقت من الأوقات كان وزير الأوقاف، كان بيدخل مكتبه وكان بيقعد على باب المكتب. قبل ما ادخل في التفاصيل دي، لو انتوا دخلتوا على الفيديوهات بتاعه النواب واعضاء الشعب دلوقتي على الفيسبوك وعلى كل المواصل الاجتماعيه مواقع التواصل هتلاقوا كل النواب عمالين بعلو الصوت مش عارفين يدخلوا لوزير علشان يقولوا له الشكوى. وكل النواب بتقول نفس الموضوع، بنروح لوزير الفلان مش عارفين يدخلوا. انما الشيخ الشعراوي في وقتها لما قلت لكم دلوقتي انه في وقت من الاوقات كان وزير الاوقاف، كان بيقعد جنب الباب علشان لو حد داخل جاي عليه يعرف يوصل له بسهوله ويشوف طالب ايه ويقضي حاجته. ده الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. وانهي كلامي واقول لكم ان الشيخ الشعراوي هو عالم كبير جدا ما بيظهرش زيه غير كل 100 سنة. تحياتي.